والحكمة العاشرة من حكم سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره العظيم عن النور، حيث يقول: النور طي الدارين، شارحا ذلك في كتابه المحجة البيضاء: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. من أحبه المولى جل وعلا عرفه على شيخ رباني إكسير للوجود، فقسم له على يديه نورا يظهر له حقائق الأشياء، فيكشف له اللسام عن زينة الدنيا فيجدها خيالات زائفة ولعبا ولهوا وزينة. قال تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيدرك أنها حلم لا حقيقة فتكسف محاسنها، فينتبه من نوم الغفلة بوارد الحضرة فتتحرك فيه بواعث التجافي عن دار الغرور. فإذا زاد نورا على نور رجع بصره حديديا فتنقلب المفاهيم والأكوان ويتنزه الدهر عن الزمان ويتبدل المكان غير المكان، فيصبح الملكوت ملكا والغيب شهادة والآجل عاجلا والبعيد قريبا. بدت قيامتي أنا هكذا كما جاء في أخبار الأنبياء، احترق الكون وما فيه تلاشى الكل فزال الضياء. بدأت نورا به أضيء الغير والكل عندي سوى، بنورك يحيا من كان ميتا كما تحيا الأراضي بالماء. سرى في قلوب العاشقين يسري في الصفات كذا بالأسماء، نور على نور يهدي الله له من في الأرض والسماء. فعند ذلك تزلزل أرض وجوده من هيبة التجلي وتخرج أثقال مكامنها وتحدث بأخبار أسرارها، فتقوم قيامته وينصب ميزانه وينشر ديوانه، فيرى الآخرة أقرب من أن يرحل إليها، كما رأى حارثة رضي الله عنه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلا يقال له حارثة في بعض سكك المدينة، فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بادية، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت فالزم، مؤمن نور الله قلبه. وفي رواية: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله عز وجل حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني بعرش ربي عز وجل بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاونون فيها. قال: أبصرت فالزم، عبدا نور الله الإيمان في قلبي. فقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى لي بالشهادة. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي يوما في الخيل، فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد رضي الله عنه. قال: فبلغ ذلك أمه فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن يكن في الجنة لم أبكه ولم أحزن، وإن يكن في النار بكيت ما عشت في دار الدنيا. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة ولكنها جنة في جنان، والحارسة في الفردوس الأعلى. قال: فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ لك يا حارثة. وعن أنس بن مالك
رضي الله عنه وأرضاه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله تعالى. قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما مصداق ما تقول؟ قال: يا نبي الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أنني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أنني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاسية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله، وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال: عرفت فالزم. فالنور الرباني إذا دخل قلبا انشرح به صدر العقل وتفتحت به عين الغيب، فيرى ما لا عين رأت، ويسمع ما لا أذن سمعت، ويعلم ما لا خطر على قلب بشر. فإذا عرف أقر، وإذا أقر طولب بالأدب والكتم حتى لا يكون كلامه فتنة لأهل الحس والسوى. قال ابن عجيب رضي الله عنه: اليقين هو العلم الذي لا يزاحمه وهم، ولا يخالطه ريب، ولا يصحبه اضطراب، مشتق من يقن الماء إذا حبس ولم يجري. شبه به العلم إذا صحبته الطمأنينة، ولم يبقى للقلب فيه تحرك ولا اضطراب. وإشراق نوره هو ظهور أثره على الجوارح، فيظهر في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ويظهر منها الانحياش إلى الله والاشتياق إلى حضرة جماله والسكون والخضوع تحت قهر جلاله، والمسارعة إلى ابتغاء مرضاته والمبادرة إلى مكان محابه، ولهج اللسان بذكره وشغل القلب بالفكرة في عظمته، وهيمان الروح في حضرة قربه وسكرها من شراب حبه واغتمارها بشهود قربه. فهذه علامة إشراق نور القلب نور اليقين في القلب، وعلامتها أيضا أن يصير الآجل عاجلا والبعيد حاصلا والغيب شهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.